اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة واحنا طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم جميعا يا رب. النهاردة بقى جاية عشان نظبط تسالي العيد اللي هنقعد بقى طول ال3 ايام ان شاء الله ناكل فيهم. النهارده بقى انا هعمل لكم، انا كنت عملت معاكم المشتريات اللي احنا جبناها. فالنهارده بقى انا جبت، خلصت الترمس والفول والحلبة نبتها. فيلا بقى بينا نعمل الدقة اللي هنحطها على الترمس اللي هتخلي طعمه في حتة تانية خالص. معايا هنا كمون، بابريكا، رشة شطة صغيرة عشان انتوا عارفين انا ما بحبش الشطة الكتير، هتديله بس ريحة. ومعايا بابريكا، ومعايا سنة كركم، ومعايا ملح والليمون. نبدأ بقى بسم الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنحط كل المكونات اللي معانا دي في البولة الجميلة بتاعتنا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. عايزين يا جماعه يعني نطلع من رمضان نبقى برضو زي ما احنا كنا في رمضان، نصلي نذكر ربنا، كبروا بقى تكبيرات العيد كده الجميله دي، الله اكبر الله اكبر. ربنا يجعله كده يا رب عيد سعيد علينا وعليكم. فرحوا البيوت، شغلوا التكبيرات والتهليل. بسم الله ما شاء الله. حطيت اهو عليهم الميه. عايزين بيوتنا كلها تكون فرحانة ومبسوطة بالعيد، حتى لو عندك امكانيات بسيطة فرحي نفسك وفرحي اولادك واسرتك. مش عايزة حد يشيل هم، مش عايزة حد يزعل، عايزينه عيد سعيد علينا يا رب ونفرح كلنا. يلا بقى عشان نعصر الليمون وكل البهارات اللي احنا حاطينها. هنعصر بقى كمية ليمون كده، حتى ليمونتين. عايزه اقولك مش هتبطلي تاكليه من جماله ومن حلاوته. ربنا يجعله كده عيد سعيد علينا يا رب وعليكم. يقولوا لي بقى جبتوا بقى الفسيخ والرنجة ولا لا للعيد؟ انا الحمد لله جبتهم، بس هاكلهم بقى تاني يوم العيد باذن الله. انا كده دوبتها، شايفين لونها جميل ازاي؟ ما شاء الله عليها اهو. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله. بس شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله اهو. ده الترمس انا حطيته على الحمص نقعتهم وسلقتهم مع بعض عشان طبعا يعني اقتصادا لحله واحده، الاتنين يتحطوا في حله واحده، وعشان الغاز بدل ما انا هسوي على عين وعين، لا هما الاتنين على عين واحده. بسم الله ما شاء الله اهو. احلى ترمس وحمص باذن الله هتاكليه. يلا بقى نغرف حاجتنا الجميله دي. بصوا بقى شكل الحلبة اللي انا منبتاها، الله اكبر عليها، مفرفطه وجميله جدا اهي. كل حبايه مخصمه اختها، حلوين جدا اهو، مش ماسكين في بعض، بعاد جدا عن بعض. هي دي شكل الحلبة فعلا الجميله. يا رب كده يعني اللي ملحقش بقى يعملها يا جماعه ممكن تعمليها النهارده، عشان دي احلى حاجه بصراحه انا بحبها في تسالي العيد. بصوا بقى، وانا عملت هنا الفول اللي هو الفول المقلي اهو، تشويحتين كده في الطاسه وهي ناشفه تماما، وكنت غسلاه لغايه لما بقى يطرقع كده ويفرقع. وبعد كده رحت حاطاه بقى في ميه مغليه. تاني يوم يعني طفيت غليت الميه وحطيته وقفلت عليه لغايه تاني يوم، وبعد كده ملحته وحطيته طبعا غيرت له الميه. هنا بقى شوفوا بقى الحلبة بقى وجمالها، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. فرحانه جدا يا جماعه بعيد الفطر، وطبعا اللهم بلغنا رمضان العام القادم واحنا في احسن صحه وفي احسن حال يا رب، وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين الجمال والحلاوه؟ يلا بقى نغرف الترمس الخطير بتاعنا.
شايفين اللون؟ هي الاضاءه برضو ظلمه شويه، هو لونه جميل جدا ما شاء الله. حابه انت بقى تروش تحطي عليه برضو شطه كده، في ناس بتحب تحط شطه وكمون تاني وهما بياكلوه يعصروا عليه ليمون، بس انا بكتفي بالدقه اللي انا المحلول يعني اللي انا عملته، ما بحطش تاني. شايفين جمالها وحلاوتها؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله فعلا. كل سنه وانتم طيبين حبايبي. طبعا انا ما طلعتش الفسيخ والرنجه دلوقتي مش هقدر اقاومهم، هاكلهم ان شاء الله تاني يوم العيد. دي تسالي العيد مع الكعك والبسكوت والبيتي فور بتاعنا. انا ما قدرتش اصوره معاكم في القناه بصراحه لان اتهلكت شغل فيه، فان شاء الله بقى ايه بكره في اول يوم العيد هوريه لكم. يلا كل سنه وانتم طيبين، واللي ملحقش يعمل الحاجه وبطلوا بقى كسل.